اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة. شخصيا لا أشك في تتويج إيمان خليف بالذهب في هذه الأمسية التاريخية للملاكمة الجزائرية أولمبياد باريس 2024. دخول قوي من الملاكمة الجزائرية إيمان خليف التي تستعرض في هذا النزال مثلما جرت عليه العادة. سعيد بسم الله الرحمن الرحيم. إيمان دخلت بكل قوة، هاي تسدد لها كمان توعى من بعيد، يعني ترقص حول الحلبة. والله العظيم إيمان يعني كما عودتنا باش تفرح الشعب الجزائري اليوم، راهي داخله ثقة في النفس، لكن من بعيد سدت لها كمان، راهي يعني تقيس بها الوجه الخصم، وإن شاء الله إيمان راهي داخله اليوم بقوة. أيضا الملاكمة أيضا قوية سعيد، واضح أنها قوية جدا. نعم الملاكمة قوية، راهي حابة يعني هي اللي تغامر، يعني تدخل نحو الأمام، ولكن ما قدرش لأن يدين إيمان طويلتين كثيرة، وهذا ما يعطيها قوة كثير بالنسبة لإيمان لتلاكم من بعيد واللي تدور حول الحلبة. نعم أظن أنه داعي للاستعراض في مثل هذه المنازلات. والله إيمان عودتنا على الاستعراض، يعني هي محبوبة الشعب. لما تدخل إيمان تلاكم يعني الشعب يعني تكون القاعة مملوءة عن عاتقها، هذا يعني فضل ليها. شكرا إيمان، شوف كيفاش راهي تدور على الحلبة، كيفاش تسدد، يعني لكمات، هي قناصة، هذا هو يعني الكلمة قناصة، يعني بمعنى الكلمة. نعم، وتفاعل الجماهير الحاضرة هنا مع ما تقدمه الملاكمة إيمان خليف التي تبدع وتبهر في هذا النزال مع الملاكمة هي الأخرى في انتظار أن يتم الحسم والميدالية الذهبية الجزائر في هذه الأمسية التاريخية للملاكمة الجزائرية. سعيد والله العظيم يعني مستوى إيمان هو مستوى عالمي، مستوى عالمي. إيمان معروفة عبر العالم، هي يعني تواجه أحسن الملاكمات في العالم، دخلت يعني في مستوى عالمي، هي تفنن الآن، هي يعني تمتعنا، يعني تمتع في الشعب الجزائري. هذه الملاكمة يعني أعطت يعني قفزة للملاكمة النسوية. شكرا لك إيمان، شكرا لك. نعم زميلي بدر الدين، القاعة مكتظة على آخرها وكأنك في ملعب لكرة القدم. صدقني زميلي بدر الدين، لو تقام هذه المنازلة بملعب زبانة لامتلأت كل مدرجاتها. حركات بهلوانية جميلة جدا، شوف كيفاش هي تستمتع فوق، يا لها من ملاكمة. نهاية الجولة الأولى بفوز الملاكمة الجزائرية ب3-0. نعم شوفنا 3-0. يوجد حكم يعطى 10-8، حكمين عطوا 10-8 10-8، يعني 10-8 في الملاكمة معناتها فارق كبير وشاسع بين الملاكمتين. نعم سعيد، عندما تنازل الملاكمة إيمان خليف لا يكون ذلك السسبنس، وكأن الأمور محسومة سعيد، لأنها في مستوى والبقية في مستوى آخر، هي أعلى بكثير من الملاكمات الأخرى. والله كلما تلاكم إيمان تعطي مستوى أكثر من اللي لاكمت به قبل، يعني هذا هو المعروف بها إيمان. تلاكم لك في الأولى، زيد لك في الثانية أحسن، المقابلة الثالثة أحسن، المقابلة الرابعة أحسن، يعني هو مسلسل. احنا نحبوا إيمان ما تحبش، يعني تبقى دائما تلاكم. والله العظيم الشكر. أنا شخصيا لا أشك في تتويج إيمان خليف بالذهب في هذه الأمسية التاريخية للملاكمة الجزائرية. أولمبياد باريس 2024، وهي التي قالت أنها تستهدف الذهب في هذا الأولمبياد، أي أولمبياد باريس 2024، بشيء من الاهتمام والإمكانيات. أكيد ستهدي الجزائر أيضا ميدالية أولمبية في الآن بالنسبة للألعاب الأولمبية. شوف التعامل مع المنافسة، إيمان تلاكم وتبتسم، تلك الثقة في النفس التي لا يملكها إلا العمالقة، إلا الذين يدركون أنهم الأقوى والبقية تحتهم بكثير. نعم الملاكمة إيمان عندها ثقة في النفس، وثقة في النفس تأتيك بعد أن تصبح يعني أنت ستتصدر يعني المستوى العالمي، وهذا ما يزيد لها في تحفيزها وفي قوتها. انظر الآن واقفة في مكان، انظر كيفاش هي تواقف وتستنى، يا لها منها
والله العظيم. والله أمسية ممتعة متعتنا إيمان في هذا النزال الذي تستعرض فيه وتسعد فيه الجماهير الحاضرة هنا بالقاعة والتي تتابعنا أيضا عبر الشاشة. إلا أن إيمان تقول لها إنني بنت 1.5 مليون شهيد، أنني حاضرة اليوم والقوة تائرني اليوم وسوف أنتصر عليك بإذن الله. نعم، وحتى نضع مشاهدينا الكرام في الصورة. شوف، ربما البعض يقول لك أنه إيمان لديها قوة مورفولوجية، صحيح، لكن انظر أيضا نقطة قوة بالنسبة للملاكمة الإيمان، الملاكمة من بعيد يعني، وخاصة المقلاعية إيمان هي قوية كثير يعني. اليوم الجولة الثانية هي لصالحنا 100%، تبقى 5 ثواني ويعلن عن انتهاء هذه الجولة. أجل سعيد، وتجري أذكر مشاهدينا الكرام أن هذه المنازلة تجرى تحت أنظار السيد معالي وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبحان، وكذا نعم فوز بفارق شاسع في هذه الجولة، فارق شاسع بين الملاكمة الجزائرية والملاكمة. الجولة الثالثة لصالحنا ب3-0 أيضا، يعني شرف لنا وشرف للملاكمة الجزائرية. إيمان تعطي يعني ترفع من مستوى الملاكمة الجزائرية النسوية في العالم. شكرا لك إيمان. يعني زميلي بدر الدين، أظن أنك حتى أنت في الأستوديو مرتاح في هذه المنازلة، لا يوجد سسبانس وكأن الأمور محسومة. زميلي بدر الدين. أكيد وليد، في الحقيقة أنا مستمتع كثيرا بهذه المنازلة للملاكمة الجزائرية إيمان خليف، حيث وكأن تفوق شأنك شأن كل الجماهير الحاضرة هنا في هذه القاعة. زميلي بدر الدين، المتعة موجودة. أكيد وليد، المتعة وكذلك النتائج خاصة وأنها تفوقت في الجولتين الأولتين من هذا النزال. أقول وليد، إيمان خليف ربما هي الاسم الأبرز في الملاكمة النسوية حاليا، وتتجه بخطى ثابتة نحو التتويج بالميدالية الذهبية في محاولات قوية من الملاكمة إيمان خليف التي يمكن أن تحسمها. شوف القوة. الجولة الثالثة بالنسبة لإيمان راح تمتعنا، هي منتصرة بجولتين. أكو راح تشوفوا يعني الفن النبيل بكلامه، يعني راح تفنن في الجولة الثالثة لأنها منتصرة. شوف كيفاش تلاكم الآن، هاي راح تلعب يعني، لكن هذه تلعب مع راح تدير كل التقنيات. سعيد، كنت قلت لي أنه إيمان يديها طوال، يعني تصل للملاكمات الأخريات من بعيد. نعم، ملاكمة من بعيد لكن بكل ارتياحية. في الجولة الثالثة هي ما قدرتش يعني تدخل ولا تقيس الملاكمة. خليف إيمان يعني راهي مسيطرة على المقابلة، وإن شاء الله تكمل في الاستمتاع تاعها يعني. أجل، هذا ما نتمناه. والله العظيم في النيات يعني في القمة. إيمان اليوم راهي تمتع، إيمان اليوم راهي سيطرة كاملة على يعني. شوف كيفاش راهي تشوف في الملاكمة الخصم، كيفاش راهي تشوف فيها وراهي تبتسم، يعني تلاكم بالابتسامة. معلومة مهمة جدا زميلي بدر الدين، والد الملاكمة إيمان خليف يتابع المنازلة على الأعصاب، هو بجانبه. نعم، وفوز إيمان خليف بالميدالية الذهبية أكيد. شكرا لإيمان، متعتنا اليوم، استمتع بها الجمهور، يعني قدمت كل ما عليها. الميدالية تحيا الجزائر. ألف مبروك. سلام الله عليكم متابعي قناة سبورت المساكين. موعد وتوقيت مباراة نادي ريال مدريد ضد نظيره نادي مايوركا في المباراة الأولى في الدوري الأسباني الأسبوع الأول. قبل أن ندخل في أي تفاصيل، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات والصلاة على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم. يواجه نادي ريال مدريد نادي ريال مايوركا الأحد الموافق 2024 شهر 8 يوم 18 عند الساعة 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساء بتوقيت السودان، 8:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. واللقاء منقول عبر قناة BN سبورت، ويقام اللقاء على ملعب إبرو ستار. قبل أن نصل إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لكي يصلكم دائما كل ما يخص نادي ريال مدريد أولا بأول. ودمتم في أمان الله.